مسلسل عصب هش واحد من المسلسلات الرمضانية اللي أنا شخصيا لقيت فوقه مشاكل وأخطاء كثيرة جدا. نحاول نستعرضها الليلة في الفيديو ده، فخلوكم معانا. بس قبل ما تمشي تردمني في التعليقات، أفهم الفيديو للآخر وكملوا معاي للآخر، وبعد ذاك امشي اردمني براحتك. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. أول نقطة حابة أتكلم فيها هي تفكك السيناريو. يعني لحد الحلقة الأولى تنتهي أنت بتكون في مشهد ضبابي جدا وما بتكون فاهم حاجة. يعني ما بتعرف غير اسم مصعب اللي هو الحاج، وما معروف الحاج ده اسم ولا لقب. ده غير كمية العرية في المسلسل، يعني ما في واحدة محجبة ساي، والحاجة دي ما بتشبه عاداتنا وتقاليدنا كسودانيين نهائي. يعني لحد الحلقة الأولى تنتهي أنا بكون ما فاهم أي حاجة، بحس إنه أي مشهد جاي براو أو بحكي قصة براو. وين غاطس كده؟ لك يومين كده ولا؟ لا يا مدام، قاعد والله بشوية. بس يا هو شفتي مع الشغل ومع الضغط ده ومع التفاصيل دي. عند والله يا مدام مرتي عيانة. مرتي والله عيانة جديد يا أخي، مع الظروف زي الزفت اللي شفتي غايته، والله يديها العافية والله. معروف إنه الحلقة الأولى في أي عمل درامي هي بتكون فاتحة شهية للمشاهد لاستكمال بقية العمل من خلال حبكتها وقوة قصتها. ده غير إنها بتلخص مجريات العمل كله من غير ما تحرق لك باقي التفاصيل، وبتخليك مشوق لاستكمال ما تبقى من أحداث ومن حلقات. والحاجة دي كلها أنا ما حسيتها في الحلقة الأولى من عصب هش. والحاجة الثانية اللي داير أتكلم فيها هي موضوع التمثيل المبتذل. يعني واضح جدا إنهم بيتكلفوا الحاجة دي، ما بجيبوها سبونتينيوس كده. وليه؟ أم منذر ما بتنفع ولا شيء؟ ولا ما بتستاهل؟ أم منذر دي الخير والبركة. أنا عندي منه يا أم منذر لولتي حبيبتي أنا. خلاص سجل لي أم منذر والجاية لي منذر. جدا. بكرة طوال ممكن تسجلي لي لولتي حبيبتي أم منذر. تسلم لي أنت يا روحي، الله يخليك لي حبيبي. بحبه يا ناس، بحبه. عشان ما تقولوا انا زول محبط وما متفائل، تعالوا اوريكم الحاجات السمحة اللي شفتها في المسلسل ده. اولا مواقع التصوير جميلة جدا ومختارينها بعناية. وثانيا المسلسل غالبا يكون 15 ل 20 حلقة، والحاجة دي كويسة جدا ومختصرة. واخيرا الهندسة الصوتية كانت جميلة جدا حسب منظوري الشخصي. وختاما حابب اوجه رساله لمصعب زول صغير، ركز في برنامج الفتيله اللي اتعرض قبل رمضان او رمضانين مضوا، لانه كان جميل جدا وبيعكس موهبتك. ما تركز كثير في الدراما لانها بتستنزفك وما بتظهر ابداعاتك الحقيقيه. وده كان كل شيء لليله. لايك شير سبسكرايب، وشكرا للمتابعه. بيس. الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبين